السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. كل سنة وانتم طيبة وانتم طيبين. ان شاء الله ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم. احنا متعودين كل بداية سنة او كل بداية سنة سواء ميلادية او هجرية. الصراحة دي عادة عندنا، معرفش بقى هل عادة عند ناس تانيين ولا لأ، ان احنا بنعمل رز بلبن. ممكن بقى في ناس بتعمله وبتوزعه على جيرانهم بياكلوه اهل البيت. بداية كده ان السنة الجديدة تبدأ معاكي سنة، يعني ربنا يجعلها يا رب سنة سعيدة على الجميع وسنة بيضة وسنة مليئة بالخيرات وبالسعادة. وقبل اي حاجة عايزين ندعي اخواتنا في غزة ربنا ينصرهم وربنا يقف معاهم يا رب، ونبدأ حياتنا الجديدة كده أو سنة جديدة من حياة كل إنسان بالخير وبالمودة بالحب بالعطاء. ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم جميعا. فأنا حبيت أشارككم الفرحة ديت. أول حاجة اللي احنا بنعملها، ويا ريت يكتبولي في التعليقات في ناس بتعمل زينا كده ولا لأ. فأنا هنعمل مع بعض رز بلبن بطريقة سهلة جدا، بطريقة بسيطة، مش هتحتاج منك أي افتكاسات. لا، هنعملها بطريقه سهله ومكونات بسيطه. معايا لتر من الحليب، انا بحب اضيف لها معلقه من اللبن البودر، ومعايا هنا معلقتين من الكريم شانتيه، معايا كوبايه من السكر، معايا حوالي 4 معالق من النشا كبار هرميه او على حسب انت هتحتاجي قد ايه. معايا الفانيليا، وزي ما انتوا خلاص حفظتونا بحب احطه على اي حلويات بعملها ريحه الموز. معايا هنا نص كوبايه من الرز، غسلتها ونقعتها شويه وحطيت عليها حوالي كوبايه من الميه. هولع عليها تغلي، وبعد ما تغلي هوطي عليها اللي هي مجرد تستوى نص سوا كده، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. يبقى اول حاجه هعملها ان انا هولع على الرز عشان يتسلق، ضفت للرز ده مع كوبايه الميه بذره صغيره من الملح. دي سنه فحابين ان احنا نعملها. فهولع على الرز ونرجع نشوف هنعمل ايه. شايفين يا جماعه الرز بتاعي هو خلاص يستوى. الميه نشفت من عليه ووطيت عليه لحد ما اتردد واستوى خلاص. معايا بقى هنا هاخد شويه من اللبن من لتر الحليب عشان نقلب فيهم النشا والكريم شانتيه، وهنا هحط بقيه اللبن. تمام، يعني هنا دلوقتي هحط بقيه اللبن. هقلب بقى الخليط بتاعي ده كله كده مع بعضه، وهنعلي النار. احنا كنا موطيين النار علشان الرز بتاعنا كان بيتردد. دلوقتي بقى هعلي النار وهسيبه لحد ما يقرب ان هو يغلي. هننزل عليه ببقيه المكونات بتاعتنا. على ما هو يبدأ يغلي هناخد اللبن بتاعنا، هنضيف عليه النشا. تمام، هضيف عليه كريم شانتيه، هضيف عليه اللبن البودر. هنقلب كل الخليط بتاعنا ده كده مع بعضه اهو. انا اقلبه كويس جدا لحد كله ما يتجانس مع بعضه. جربوا، ولو انت مش عندك كريم شانتيه وعندك قشطه من بتاعه اللبن ممكن انت تحطيها، بتخليه كريمي كده وجميل جدا. بس بنضيفها في الاخر خالص، يعني في الاخر خالص عشان اللبن بتاعنا ما يكتلش. تمام، شايفين اصلا القوام؟ يعني انا ثواني كده، شايفين القوام جميل جدا اهو. قلبه كويس جدا. دلوقتي هضيف السكر بتاعي هنا، والسكر يا جماعه حسب الرغبه، سواء انت بتحبيه مسكر، بتحبيه يكون مظبوط، بتحبيه يكون دلع، براحتك انت. السكر ده على حسب الرغبه، ما اقدرش ان انا اقول لك حطي سكر قد ايه، كل واحد وعلى حسب ذوقه. تمام، ما اسفين بقى على صوت دول. هسيبه ان هو على ما يبدأ ان هو يغلي، بعدين هنضيف له النشا والحاجة التانية. خلاص يا جماعة، شايفين
اللبن بتاعي بدأ ان هو يغلي خلاص. انا ضفت له الصراحه غير كوبايه السكر، حسيت ان هو محتاج معلقتين سكر كمان، ضفت له معلقتين من السكر. فزي ما قلت لكم على حسب الرغبه، وعلى حسب برضو كل نوع سكر بيختلف في الحاليه بتاعته. فانا الخليط دلوقتي بتاعي خلاص بدأ على الغليان. هنبدأ بقى ننزل بالخليط بتاعنا، بننزل بشويه وايدك على طول بتقلب فيه. تمام. هنوطي النار يعني شويه، مش عايزاها تكون عاليه قوي اهو. ننزل. اعذروني بقى ان انا المفروض انا بنزل بايد وبقلب بايد، بس انا عشان ماسكه التليفون بايدي التانية. شايفين اصلا الخليط بتاعي بدأ ان هو يتقل خلاص. هنبدأ دلوقتي بقى ان احنا نضيف له ريحه الموز، وهنضيف له الفانيليا. الفانيليا والروايح دي بنضيفها في الاخر عشان الريحه تفضل ثابته كده فيه. وهنقلب. مش قادره اوصف لكم على جمال الريحه. وننزل ببقيه الخليط اهو. شوكولاته؟ لا مش هديك شوكولاته. شايفين دودو؟ مش تقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده. شايفين القوام بتاعي جميل جدا، مش محتاج اي حاجه، والمقادير بتاعتي مظبوطه خلاص اهو يا جماعه. هنبدا بقى ندفع الخليط بتاعنا، ونبدا ان احنا نصبه في الكوبايات بتاعته. اي حاجه بقى هتبداي ان انتي هتصبي فيها او هتغرفي فيها. معايا انا البولات ديت، هبدا ان انا اجيبها كده. بس يا دودو دودو عيب. وابدا اصب الخليط بتاعي. ممكن ان انتي تعمليها في طواجن فخار وتدخليها الفرن. ممكن ان انت تعمليها في ورق حراري، اللي هو الاطباق الحراريه ديت، وبرده تدخليها الفرن. تعمل وش كده من على الوش زي ما احنا هنعمل مع بعض دلوقتي. فانا هصب بقيه الكوبايات واوريها. نبدا بقى ان احنا نجرنش ده او نزوقه كده من على الوش برده، عشان لو عندك اطفال. حاضر يا دودو شوفوا واقفين. هنبدا بقى مثلا نحط زبيب. ممكن برضو نحط جوز الهند. ممكن لو عندك صوصات حط صوصات. عندك كراميل، انا عندي برضو هنا صوص كراميل فانا هحط منه. فانا هنا برضو عندي صوص كراميل، هنبدأ نحط كده على الوش. سلم عليهم يا دودو يلا. السلام عليكم. بقول لكم السلام عليكم. يا جماعه الجمال، الرز بلبن بتاعنا بعد ما خرج من الفرن واخد الوش التحفه الجميل ده. وده اللي احنا عملناه، وده اللي بالكراميل. انا بس عايزه اوريكم قوام الرز بلبن عامل ازاي. شايفين كريمي جدا وجميل جدا. بس كده، وطعمه في منتهى الجمال. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلوك كل جديد بنعمله. يا اجمل واحلى عيله في الدنيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.